محمد علي اتولد سنة 1769 في مدينة كولا على بحر إيجا، جزء من اليونان، وأبوه كان مجرد مزارع بسيط ومات وهو صغير. ومحمد علي اتربى يتيم، ودي كانت نقطة مهمة جدا لأنه من طفولته اتعلم يعتمد على نفسه ويشتغل في التجارة ويطور ذكائه العملي. الشاب ده ما كانش متعلم تعليم رسمي، كان عنده فطرة ذكية جدا، بيشوف وبيحلل كل اللي بيحصل قصاده وبيعرف يتعامل مع التجار، وكان بيقعد مع العساكر يتعلم منهم. ولما كبر شوية اتجوز من عيلة غنية في كولا، وده فتح له باب عشان يخش الجيش العثماني، وبسرعة كبيرة جدا بقى ضابط في الكتيبة الألبانية. وفي سنة 1798 لما نابليون غزا مصر، الدولة العثمانية بعتت قوات عشان تحاربه، وكان من ضمن القوات دي مين بقى؟ محمد علي. وبعد انسحاب الفرنسيين من مصر سنة 1801 البلد كانت عاملة زي البحر الهائج، الإنجليز عايزين يبقى ليهم نفوذ في البلد، والعثمانيين عايزين يرجعوا يحكموا البلد من تاني. حتى المماليك ما كانوش عايزين يسيبوا السلطة، والشعب المصري كان محصور وسط الثلاثة دول بيعاني. وهنا محمد علي لقى نفسه في وسط اللعبة دي وبدأ يشغل دماغه، مرة يتفق مع المماليك ضد العثمانيين، ومرة تانية يقرب من الشعب ويبين لهم إن هو بيدافع عنهم. وكان بيلعب على كل الأطراف اللي موجودة لحد ما الناس نفسهم بدأوا يشوفوه مختلف عن بقية القادة اللي موجودين. في الفترة دي تحديدا كان المشايخ بتوع الأزهر والعلماء كان ليهم كلمة مسموعة، ولما شافوا إن الولاة العثمانيين بيظلموا الناس عملوا اجتماع سنة 1805 وقرروا إن محمد علي يبقى هو الوالي بتاع مصر.